متابعينا الكرام، في هذا الخبر العاجل والمهم، وفوزي القجع رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم يفعلها مجددا بنظام حضارة الجزائر. فقبل أيام متابعينا الكرام استقبل فوزي القجع المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة، الذي من المفترض أن يشارك في بطولة إفريقيا لأقل من 17 سنة في حضارة الجزائر. الاستقبال اعتبره نظام حضارة الجزائر والإعلام ديالو والكراكيز ديالو على أنه هزيمة للقجع، والمنتخب المغربي لأقل من 17 سنة سوف يذهب إلى الرومبوان ويذهب إلى تونس، غادي يدخل لحضاره الجزائر. غير انه متابعينا الكرام القجع مجددا يورط نظام حضاره الجزائر، هذه المره ليس مع الكاف وحده، لان هذه البطوله ديال افريقيا لاقل من 17 سنه هي مؤهله لكاس العالم، وبالتالي حتى الفيفا داخله في الموضوع. وهذه المره موتسيبي غادي يدخل في مواجهه مباشره مع الفيفا الى ما دارش خدمته في حال الشان، مع العلم على ان الشان القضيه ديالها مازال مستمره وغادي تمشي حتى المحكمه الدوليه الرياضيه، ومازال غادي يخرجوا فيها فضائح واعدكم بذلك. فاليوم متابعينا الكرام كان من المقرر ان يسافر المنتخب المغربي الاقل من 17 سنه الى حضيره الجزائر، غير انه الشرط ديال الخط المباشر والخطوط الملكيه الجويه ما زال قائما، ونظام حضارة الجزائر بطبيعة الحال ما زال يرفض، لأنه إذا قبل فغادي تكون فضيحة مدوية وكارثية بالنسبة لنظام حضارة الجزائر. فالمصادر الرسمية من الجامعة الملكية لكرة القدم أكدت على أن فوزي القجع لن يتراجع على الشرط ديال الخط المباشر، وأيضا يعني الخطوط الملكية الجوية، الناقل الرسمي للمنتخبات المغربية. والآن نظام حضارة الجزائر يرفض وسيقع في ورطة مع الفيفا، وغادي تجمع عليه دوسي اخر، ملف اخر بالاضافه الى الشان، وغادي تجمعوا عليه ملفات ثقيله جدا، وهذه المره بوجود الفيفا، لان الفيفا شفنا القرارات الحازمه ديالها فيما يتعلق بمثل هذه التصرفات. شفنا شنو وقع في البيرو، الفيفا سحب التنظيم ديال كاس العالم في البيرو ديال على ما اظن اقل من 20 سنه ولا 17 عام. ايضا في اندونيسيا بسبب عدم او رفض اندونيسيا انها تستقبل المنتخب الاسرائيلي. شفنا القرارات الحازمه ديال الفيفا كيفاش دايره، لان هذه القرارات كان يجب ان تكون في الكاف، والكاف فيها تلاعبات وفيها يعني الاموال كتدور ثم وما الى ذلك، وبالتالي هذه المره الفيفا داخله في الموضوع. لكن ما يهمنا هنا متابعينا الكرام وهو ان المنتخب المغربي لاقل من 17 سنه لن يذهب لحضيرات الجزائر. وبطبيعه الحال الجامعه الملكيه لكره القدم وفوزي القجع لعب هذه المساله بطريقه صحيحه تماما كما فعل في الشان، فهو استقبل المنتخب المغربي لاقل من 17 سنه واعطاهم توجيهات على اساس انهم غادي يشاركوا وغادي يمشيوا في اخر المطاف، غادي يمشي فوزي القجع للفيفا للمحكمه الدوليه، وايضا حتى الكاف الان ما قدروش على انهم يغضوا النظر مرتين متتاليتين، وغادي يقول لهم حنا وجدنا كل شيء وكنا واجدين، ونظام حضاره الجزائر هو اللي عرقل هذه الامور، وبالتالي هما اللي غادي يتحملوا المسؤوليه. يا اما غادي ديروا خدمتكم، يا اما غادي يمشيو للمحكمه الدوليه الرياضيه. متابعينا الكرام، اراكم في فيديو قادم.